ازاي طرق عمل البطاطس ممكن تأثر على السعرات وتخليها مسموحة في النظام او مش مستحبة او مسموحة بكميات قليلة. تعال اقول لكم قصدي ايه بالكلام ده. لو جبت بطاطساية حوالي 100 جرام، لو انا سلقتها واكلتها مسلوقة هتكون حوالي 76 سعر للبطاطساية 100 جرام. اما لو 100 جرام دول اخدتهم وابتديت اعملهم مقليين عادي، البطاطس الفرنش فرايز اللي احنا بنقليها هتكون حوالي 100 جرام فيها 286 سعر حراري. اما بقى المصيبة الكبرى لو اكلتها شيبسي هتكون فيها حوالي 500، ال 100 جرام دول هيكون فيها حوالي 545 سعر. ده اختيارك تشوف يعني لو اكلت كام بطاطساية مسلوقة هيكونوا مكافئين لشيبسي ممكن تاكله وما يشبعكش اصلا. فاريت واحنا بنعمل نظام نختار عمل الاكل او ازاي بناخد الحاجة دي بالطريقة ايه، عشان طريقة عمل الاكل هو بيفرق كتير جدا في السعرات. في حاجات في طرق بتخلي السعرات تمام وحلوة وبتنفع معانا، وفي حاجات بتعلي السعرات معانا جدا. حتى لو خدناها لازم نكون حاسبين. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟